ابراهيم في الزواج على الطريقه الحديثه، انا بتوشها كله بيتياتش. ودلوقتي هننزل نشوف رأي البنات. لو عايزه تطفيش عريس مش عاجبك ممكن تعملي ايه؟ اعمل ايه؟ ممكن اكلمه في السياسه في حاجه ضد راجل يعني. عارفه انه مش كويس. ازاي؟ يعني طب ليه اطفش؟ يعني ممكن اقول له ان انا مش مستاهله يعني اطفشه وحركاته. هصدر ماما ليه هي اللي تقول له لا خلاص. شايف كل هعمل كذا حاجه كده بتخليه يعني يطفش. ما يتفش. كده يتفش. ولو محترم لو محترم يتفش. شكرا. لكن اطفشه دي انا ممكن اطرده بره على طول. لا. بس ما ينفعش طبعا، لان لان دي بنتي وهي عايزاها تشوف ايه السبب، يعني ايه السبب ان تمسكها بيه بس. البنت ويفرق سنها. لو هي سنها صغير بحاول ان انا اقعد معاها وافهمها ان مش كل حاجه اللي انت شايفاها في الشخص ممكن تختلف، في اساسيات، والاساسيات دي احنا هنقول له عليها، وبناء عليها الاساسيات دي هيبان لك فعلا ان هو اذا كان صادق ولا هو يعني فتره مراهقه. اما لو هي سنها كبير نفس الحكايه، هقعد معاه هو واشوف النقطه اللي هو عرف يخش لها منها او يسيطر على عقلها من خلالها، وببدا اعمل نقطه مضاده ليها افقس الفخ اللي هو وقعها.